الstory telling ليه 4 عناصر مهمة، 4 عناصر ما ينفعش أي قصة تخلو منهم. فلو جينا شِلنا دي كده، هنلاقي إن أول حاجة عندنا وهي البطل بتاع القصة الhero. وهنا النقطة، مين الhero أو مين البطل اللي هتتمحور حواليه القصة بتاعتك؟ وفي هنا إشكالية إن الhero ما ينفعش يكون أنت كصانع محتوى أو الbusiness بتاعك، لكن عشان تعمل قصة ناجحة خلّي الhero يكون المشاهد نفسه أو العميل بتاعك. والعنصر التاني وهو المشكلة، لازم في القصة بتاعتك يكون في مشكلة بتواجه البطل علشان تعرف تبني عليها الأحداث بعد كده. وده بينقلنا للعنصر التالت وهو الconflict. الconflict أو الصراع هو ببساطة شديدة الصعوبات اللي الهيرو أو البطل بيمُر بيها علشان يقدر يحل المشكلة، الرحلة بتاعته اللي ماشي فيها علشان يقدر يحل المشكلة بتاعته اللي هو واقع فيها، وكمان التجارب اللي هو بيمُر بيها. وطول ما هو في الحتة بتاعة الconflict هو ما بيوصلش لحل. بس بيوصل للحل إمتى؟ لمّا بيبدأ إن هو يوصل للنقطة الرابعة وهي الrevealing أو الtwist. وهنا بيبدأ يكتشف إن كل الطرق وكل الأساليب اللي كان بيستخدمها وماشي فيها علشان يحل المشكلة اللي هو واقع فيها كانت غلط، والحل كان غير الحاجات دي كلها، ويبدأ يكتسب منظور جديد أو وعي جديد يحل بيه المشكلة بتاعته ويترتب عليها بعد كده نتايج معينة. هنا بقى في سؤال، إيه الstructure اللي المفروض الstory تطلع عليه؟ ده اللي إحنا هنتكلم فيه الفيديوهات الجاية إن شاء الله، فاعمل follow علشان ما يفوتكش حاجة.